السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين، أهلا بيكم. النهاردة عايزين نتكلم في موضوعين مهمين جدا 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 جدا. الموضوع الأولاني إن إحنا قدام فرقة عجيبة وغريبة زي الزمالك، ولها طلبات، والطلبات بتاعتها إحنا عايزين نقول إن طلبات أنا مش عارف بتنطلب إزاي وليه بالنسبة لاتحاد الكورة. أما الشيء التاني اللي هنتكلم فيه رضا عبد العال وما يحتويه من داخله من غل باين عليه من الفيديو اللي صرح بيه وقاله على صفحته الشخصية. انت راجل مش هتشجع الاهلي وانك هتشجع ميسي عشان تستمتع، وده اللي قاله. فسيادتك المطلوب منك انك بعد كده ما تتكلمش عن اي ماتش يخص الاهلي. المفروض ان الراجل ده بيجي يحلل على القنوات الفضائية لماتشات الاهلي، فانك تقول انا مش هشجع الاهلي وانه هيطلع حصالة للمجموعة بتاعه دي حاجة عجيبة. أولا إنك تقول كده، يا عم اطفي وما تتفرجش على الأهلي. لو بيلعب حتى مين مالكش دعوة بالأهلي خالص بقى. ولكن إنك تقول إنه هيطلع الحصالة، طب ليه؟ هو هيطلع الحصالة ليه في المجموعة بتاع كأس العالم للأندية؟ أنت ليه حكمت عليك كده؟ حكمت على نادي كبير في أفريقيا واخد 12 مرة دوري أبطال أفريقيا، واخد 3 مرات متتالية تالت كأس عالم، واخد الدوري حاليا 45. انت حكمت ازاي ان ممكن ان الاهلي هيطلع بالطريقة دي؟ بس مش السبب مش عندك، هو السبب في الاعلام عموما، اللي ممكن ان واحد يقول حاجة زي دي ونطلع ونجيبه ونقول له تعالى حلل ماتش اهلي واي فرقة تانية. دي نقطة. النقطة التانية، في ناس زملكاوية بتتكلم وتقول لك انت ليه بتتكلم عن الزمالك او بتجيب سيرة الزمالك ليه؟ ما هو دي حالة برضو يا جماعة، المفروض لو احنا ما اتكلمناش فيها يبقى احنا مش شايفين اصلا كورة، ما بنتابعش كورة. يعني الجديد النهارده من نادي الزمالك او ادارة نادي الزمالك خاصة بتقول احنا مش عايزين حكام فلان وفلان وفلان وفلان. ايه ده؟ ازاي دي؟ ولو حكمتم او حطيتوا حد يبقى فلان وفلان. في نادي في الدنيا في كده؟ طب هو في نادي في الدنيا ممكن يطلب من اتحاد الكورة ان هو يحط له حكم معين هو طالبه؟ في كده؟ حضراتكم ردوا عليا. في نادي في العالم يكلم او يخاطب اتحاد القوى بتاعه يقول له انا مش عايز فلان وفلان 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 يلعب لي ماتش الكاس امام بيراميدز؟ ولو جبتم فلان او فلان يبقى انا عايز فلان خاص بالذكر واحد اللي ممكن يحكم له ماتش الكاس. انا بتكلم على اداره الزمالك. خاص مين؟ محمد عادل. قال لو محمد عادل ماشي، الفرقة اللي قدامه دي شفاف؟ الفرقة اللي قدامه عادي؟ الفرقة اللي قدامه هتسيب فرقة تختار حكم يدلها المباراة دي عادي، ولا هيقعدوا يتفرجوا عليهم؟
وايه بقى، احنا مش هنلعب ماتش الكاس الا بكذا. فحضرتك يعني انت شفتها في اي حته في العالم؟ قول لي، رد عليا وقول لي اه ده انا شفتها في الحته الفلانيه، ان في نادي خاطب اتحاد الكوره وقال له انا عايز الحكم الفلاني هو اللي يدلني او يدير المباراه دي. للاسف احنا اطلقنا العنان لفرقه الزمالك تعمل اللي هي عايزاه حتى لو خطأ، وتطلع وتقوله حتى لو خطأ، او يحطوا اتحاد الكورة في وضع اشبه بوضع، انا مش عايز اقول اللفظ، ولكن بالطلب ده انت فعلا حطيت اتحاد الكورة في وضع عجيب. طيب نيجي النهارده لو اتحاد الكورة وافق انك يجيب لك حكم معين لمباراة الكاس معاك مع بيراميدز، وراح جايب الحكم اللي انت طلبته بالذات، شكل الاتحاد يبقى ايه؟ هيتقال على الاتحاد المصري ده ايه لو انت بتقول انا مش هلعب الماتش الا بمحمد عادل، والاتحاد سمع كلامك وجاب لك محمد عادل؟ ايه الدنيا تمشي ازاي؟ نادي الزمالك ما عادش مدرك، او اداره نادي الزمالك عم، انا بتكلم على الاداره، الاداره ما عادتش مدركه بحتى الكلام اللي بيطلع، ما عادتش مدركه بالكلام اللي بتقوله، ما عادتش مدركه بان الناس بدات تضحك عليهم. حقيقي انت بتقول لي ايه؟ مش عاجبك الحكم المصري؟ هات حكم اجنبي. لا 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 لا، انا مش هتكلم في حكايه ان انت قلت ان الحكام المصريين كويسين، انا مش هتكلم في الموضوع ده نهائي، مش هتكلم فيها خالص. ولا مش هتعرف تدفع حق الحكم الاجنبي؟ ولا هيتقال عليك انك انت كنت غلطان من الاول وانا فعلا ما كنتش عايز حكام مصريين وانا دلوقتي بطالب حكام اجانب، فانا يا جماعه كنت غلطان؟ يعني في كلتا الحالتين شكلها وحش، هي في كلتا الحالتين شكلها وحش. فانا عايز يا جماعه جمهور نادي الزمالك تعرف ان في حاجات كتير بالنسبه لاداره الزمالك الحاليه ما تعقلش، ما تمشيش. انا عارف ان انا دخلت عليكم مره واحده كده، ولكن اللي بيتقال عجيب فعلا. ولو كنت وصلت معايا لاخر الفيديو يا ريت الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليوصل لك كل جديد. السلام عليكم.